نصحح وندقق. حلو قصه بدء الحوار، لكن خليني اسالك، امال الزملكاويه كبيره جدا عليك وعلى مجلسك في عوده عمرو زكي، حسين ياسر محمدي، حازم امام، واللاعبين الذين لديهم مشاكل مع نادي الزمالك من الناحيه يعني المادية. بدون انت قلت لي عناوين وانا هرد عليك تلغرافيا. اتفضل يا فندم. بالنسبه لعمرو زكي بعد اذن حضرتك، الراجل جه بيتي واتفق معايا على اتفاق وهو ينفذ هذا الاتفاق. تمام. ده واحد. يعني عمرو زكي في تدريب الزمالك غدا. يعني بقول لك هو بينفذ هذا الاتفاق، ما اتفقنا عليه في بيتي هو بينفذه. كويس. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، موضوع حسين ياسر محمدي. انا كان حد بيكلمني الصبح، اظن الاستاذ اسامه خليل. نعم. بيقول لي انت يعني ازاي ده راجل تمرد على الزمالك وساب الزمالك، ويعني بيقارن بينه وبين حد تاني يعني. وقلت له لا، انا بعتبر ان حسين ياسر محمدي ده اتنشل من نادي الزمالك. نعم. تم نشله من نادي الزمالك. نعم. لان انا جبت لعيب من النادي الاهلي كانت الدنيا ضلمه في وشه، والدنيا نورت، ورجع بقى سوبر ستار، راجل امكانياته عاليه جدا في الكوره. نعم. وفجاه لقيت هذا الرجل بيقول لي انا في نادي اسمه ليرس في بلجيكا. نعم. وانا بقول ان هذا هو حق لنادي الزمالك، واظن ان طلعت وثيقه من اتحاد الكوره بتقول ان الراجل ده كمان من حق نادي الزمالك. نعم. اما بالنسبه لحازم امام، لا، اذا انت موافق على عودة حسين ياسر وسيتم اتخاذ الإجراءات؟ عودة حسين ياسر ولا يمكن أن أقبل نشل لعيب من فرقة نادي الزمالك. لا يمكن إن أنا هقبل هذا الكلام. طب اسمح لي، في مبدأ أساسي يا كابتن شوبير لابد إنه يكون موجود، ولا بد إن إحنا نقره. إيه المبدأ ده؟ إنه هناك تعاقد بين طرفين. الطرف الأول نادي، والطرف الأول والثاني لاعب. نعم. وهناك ترمز يعني تبعات او شروط على اكتاف اللعيب وعلى اكتاف النادي. نعم. وهناك لوائح بتحكم العلاقه بين اللعيب وبين النادي. انا بأجد بعد اذن حضرتك يا كابتن شوبير انه من الاصلح ومن الاصوب ان يحترم الطرفين. جميل. طيب السؤال، انت هذا الرجل انا مش هسيبه. خلاص. هسيب حسين ياسر محمدي ازاي؟ ممتاز. مش هسيبه. حدث اتفاق بينك وبين عمرو زكي، هل تمت اي اتصالات تليفونيه بين حضرتك وبين حسين ياسر يا فندم؟ لا. ولا مدير اعماله ولا؟ نعم. للاسف في خطوط ثانيه لهم، مش انا. لكنها موجوده. لانها موجوده مفتوحه معاه، بس مش انا. لانه في حاجه انا عاوز اقولها لك. من المقربين ليك؟ يعني انا يعني اللي انا عاوز اقوله لك ان اانا مش همد ايدي في فرقه الكوره. نعم. فرقه الكوره عندها راجل مدرب عظيم وكوتش كبير. نعم. كوتش احنا بس ليس لنبي لا كرامه لنبي في وطنه. نبي في وطنه. نعم. انما ده راجل كوتش كبير، CV بتقول ان هو كوتش عالمي. نعم. راجل محطوط في الريكوردز، له رقم عالميا حسن شحاته. نعم. وهو اللي مفترض وهو كل الفرقه. وايضا ده انا مش جايب راجل غريب، ده راجل من جوه نادي الزمالك وابن نادي الزمالك. نعم. ومحدش اللي اتقال قبل كده ده مش ولاد نادي الزمالك، لا ده الخواجه ده مش عارف بيشرب، ده مش عارف ايه. احنا جبنا حسن شحاته بيصلي وبيصوم وعايش للكوره وعايش لفرقته وبيحب ناديه. نعم. ما قلناش حاجه، احنا كل الجهاز اللي عندنا دلوقتي زمالك. نعم. ما فيهوش حد مش زمالك. نعم. فاللي انا برجو ان انا بنبه عليه ان انا لن اسمح لنفسي انا شخصيا كممدوح عباس ان انا اتدخل في فرقه الكوره. انا ماليش غير حاجه واحده. ايوه. اروح اتفرج عليهم يكسبوا واوفر لهم المناخ المناسب عشان يكسبوا. طيب ده اللي عليا. طيب وازمه حازم امام مش عليا مين يلعب ومين ما يلعبش. ده مش دور حضرتك، ده كلام مظبوط. طب ازمه حازم امام هذه ازمه بلا ازمه. وانا امبارح الدكتور عبد الله جورج الله يستره اتدخل لعدم اعاره هذا الولد بالشكل اللي كان هيتم بيه. وانا بقول انه حازم امام ده واحد من ولادنا. نعم. ولاد نادي الزمالك. لازم يرجع ينضبط ويلتزم. ولازم يقرا كويس الشهاده بتاعت اتحاد الكوره انه كل هو حقوقه خدها ولا يحق له كذا. والنادي اللي عاوزه، انا ما بتصورش حازم امام في نادي درجه ثانيه في المملكه العربيه السعوديه.
انا اتصوره في الدوري الكبير بتاع المملكه العربيه السعوديه. نعم. انما اذا كان اي نادي عاوز يجي اهلا وسهلا، يتفضل يشرف يتفاوض وياخد وياخده اذا كان عاوزه، ياخده اعاره ياخده شراء ياخده بيع، انا ما عنديش مشكله. بس انا لن افرط حازم امام ب4 مليون جنيه ولا ب400,000 جنيه. ما حدش يقول ان ده الكلام ده لعيب بعد اذن حضرتك له تقله وله وزنه. ده واحد. ثاني حاجه، انا سالت الكابتن حسن شحاته، لان الكابتن حسن شحاته كان شرفني بزياره لما عرف ان انا تعبان.